الميت خبط على الكفن بعد ما اتدفن. برضه قصة حقيقية حصلت في مصر. في قرية في محافظة الشرقية، راجل كبير في السن تعرض لأزمة مفاجئة. الدكتور كالعادة أعلن وفاته. الأهل دفنوه بسرعة زي العادة، لكن بعد ساعات حارس المقابر سمع صوت خبط ضعيف جاي من تحت الأرض. في الأول افتكر قطط، لكن الصوت كان واضح: خبط خبط خبط. جري بلغ أهل متوفي. الناس فتحت القبر بسرعة، ولما فتحوا الكفن اكتشف إن الراجل كان لسه عايش. كان داخل في غيبوبة عميقة، والكل افتكر إنه مات. الحادثة دي خلت ناس كتير بعدها تتأكد من الوفاة أكتر من مرة. تخيل تصحى وتلاقي نفسك مدفون تحت التراب. لو كنت مكانه كنت هتعمل ايه؟ اكتب رأيك واشترك في قناة حكاوي المجهول عشان تسمع قصص حقيقية أغرب من الرعب. سلام.